وكان مطبخ الجدة هو بابها السحري نحو عالم مبهج مليء بالألوان. ثمة شعور عارم بالنشوة والسعادة كان يحدث لتلك الطفلة بمجرد رؤيتها لتلك الأواني الزجاجية التي كان يتلألأ كل ما بداخلها عندما يتسرب لها شعاع الشمس لتعزف سيمفونية رائعة من النكهات والألوان. وكبرت الطفلة واستلمت الراية، فاسمحوا لها النهاردة تقدم لكم وصفة بمثابة لوحة فنية وجودها على أي سفرة أو حتى طبلية قادر يخلق جو من الدفء والاطمئنان. كل الحكاية انك هتضربي ربع كيلو فلفل احمر في الكبة وتحطيه في حلة وعليه 4 معالق كبار ملح بحري خشن ومعلقة كبيرة سكر وعصير ربع كيلو ليمون مع الاحتفاظ بالقشر، معلقة صغيرة من ملح الليمون لتعزيز الطعم يمكن الاستغناء عنها. ارفعي المكونات دي كلها على النار لحد ما يمتزجوا مع بعض، وبعدين انزلي عليهم بلتر مية، وبكده نبقى حضرنا احلى واطعم محلول ملحي في الدنيا. هاتيلي بقى بصل ابيض صغنن كده وتخلصي من كام طبقة من الطبقات الخارجية للبصل. انا عايزة البصلاية صغننة بالشكل ده، وطبعا الطبقات الخارجية دي ما بتترميش، هنستخدمها تاني في الطبيخ. نرجع بقى للمحلول الملحي بتاعنا وهو لسه على النار علشان هنسلق فيه بعض الخضار، بس نحطهم بنفس الترتيب ده عشان ما فيش حاجة منهم تتهري. بنحط أول حاجة الجزر، وبعدين البصل، القرنبيط، الخيار، وآخر حاجة خالص وأول ما نطفي النار نضيف اللفت والبنجر يا دوب يتبلوا، أنا مش عايزاهم يستووا دول خالص. فاكرة بقى قشر الليمون اللي قلتلك سيبهولي على جنب؟ اسلقيه سلقة خفيفة وضيفيه للمخلل بتاعك، بيدي نفس يجنن للمخلل. معلقتين كبار من حبة البركة وزيهم عصفر بيدي طعم ولون حلو قوي. برطمانك الناشف المعقم وعبيلي فيه المخلل المشكل أو ما يطلق عليه عندنا في مصر المخلل البوليف. بصوا بقى مية التخليل لونها عامل ازاي، ولا تناقض النكهات اللي بين الملح والسكر والليمون فيها، حاجة كده تجنن بجد. وعشان بقى نكمل سيمفونية جمال النكهات ما ننساش نحط كام فص توم مفدغ بالشكل ده، كام واحدة حمص قبل ما نقفل البرطمان عشان يمنعوا تكوين أي ريم على سطح المخلل. والحقيقة بقى ده إجراء احترازي ممكن ما يتعملش، لأن ده مخلل سريع بيتاكل بعد كام ساعة من تحضيره وما بيلحقش أصلا يستنى في البرطمان. ممكن نقفل البرطمانات بتاعتنا بشوية زيت زيتون أو زيت نباتي، وده لإضفاء نكهة أو طعم، مش عشان الحفظ أو عشان نمنع عنه الهواء، هو أصلا كده كده ما بيلحقش. ولو هتسألوني أنا ليه اديت الغلوة دي للخضار، الحقيقة بقى أنا مش بدي الغلوة دي للخضار عشان بس أسرع تسويته. انتوا هتلاحظوا كمان إن الخضار لما تسلقوه السلقة الخفيفة قوي دي هيلقط معاكوا لون أجمل بكتير، وشكله هيبقى مزهزه أكتر بكتير قوي من إنكم تحطوه كده زي ما هو. المهم ان السلق يدوب يبقى قلبة واحدة بس ونطفي، ولازم نراعي ترتيب سلق الخضار علشان تاكلوا في الاخر شوية مخلل لا دقته ولا هتدقوا في جماله. وفي النهاية خالص انا عايزة اقولك ثمة شعور غامض يجمع بيني وبين كل ما هو قديم وعتيق، شعور اشبه بالفرج بعد غم وضيق. أتمنى لو الأفكار اللي قدمتها لكم حركت مشاعركم كده ودفتكم تعملوا لي لايك وشير وتسيبوا لي كلمة لطيفة زيكم كده في الكومنتات عشان يوصلكم مني كل جديد. أنا شيماء البهي.